سلام. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة كعك النقاش يجي يذوب في الفم بما انه العيد راهو على الابواب. تبعوا لا فيديو للاخير باش تعرفوا كيفاش ديروه. في قصعة نحطوا 3 كيلات فرينة، ربع الكيلة سكر جلاس، رشة ملح، وربع ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات. نفس الكيلة نديروا بها كيلة زبدة تكون باردة وذايبة. نجيو نبسوا الفرينة تاعنا مليح مليح حتى نتحصلوا على كرة تكون يعني تتماسك في اليد، بصح تكون هشيشة، يعني خذوا وقتكم في التبساس. هنا نضيفوا حبة بيض بعد ما خلطناها مليح باش نيفيتيو لي غرومو، ونفس الكيلة هذيك درتها مزهر مخلط مع الماء، وراني نجمع في العجينة غير بالاصابع تاع اليد، يعني ما تعجنوهاش. خذت لي كيلة ومغرف كبيرة بين الماء والماء زهر. الكيلة اللي استعملتها هنا تساوي 160 غرام، والعجينة يعني ما نعجنوهاش، تلم غير بالاصابع ونخليو العجينة ترتاح. نجيو هنا نوزنوا الكريات تاع العجينه. انا هنا وزنتهم 40 غرام. نجيو نحلوا العجينه تاعنا فريمون رقيقه على شكل مستطيل، ونحطوا لو بودان تاع التمر. انا التمر هنا عجنته بالزبده والمزهر فريمون حتى نولى طري. نحطوا هذاك التمر ونبداو نرولي ونزيرو حتى يعني نتحصلوا على الحربوش هذا. نغلقوه مليح مليح، ندوروه يعني الجهه واحده نديروا فيها ثقبه، والجهه الاخرى نرقوها ندخلوه في الجهة الثانية حتى نتحصلوا على الدائرة هذه، ونبداو ننقشوا يعني نحطوا في الفرينة ونبداو ننقشوا بهذا الشكل. يعني كل واحدة فيكم وعندها الحرية تاع الاختيار كيفاش تنقش. ونحطوهم في ان بلاطو ونخليوهم يرتاحوا قبل ما نطيبوهم في فور يكون ساخن مسبقا 180 درجة مئوية حتى ياخذوا لنا اللون الذهبي، يعني ما تحرقوهمش، خليهم يطيبوا مليح مليح. وهذا هو الشكل تاع الحبات كيفاش نقشتهم. وخليوا لهم الوقت باش يروبوزي وكما قلت لكم قبل ما يطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي تاع كعك النقاش. نقول لكم جربوا الوصفه، ما راكمش راح تندموا، وصفه ناجحه 100% للعيد ان شاء الله. نقول لكم صحه عيدكم، وتعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله.